عمرك سألت نفسك ليه الشخص المغرور اللي معاك في الشغل اللي كلامه كتير وفعله قليل هو اللي بيترقى بسرعة؟ ليه الناس اللي وشها ناشف وبيتعاملوا بثقة تقترب للكبر هما دايما اللي بيخطفوا الأنظار في أي لمة أو خروجة؟ وليه دايما واثقين في قراراتهم حتى لو القرار ده هيوديهم ويوديك معاهم في داهية؟ الموضوع مستفز مش كده؟ من واحنا أطفال اتربينا على إن التواضع هو المفتاح، وإنك لما توطي راسك وتشتغل في صمت الناس هتقدرك وتعرف قيمتك. بس الواقع الصادم اللي بنصطدم بيه كل يوم بيقول عكس كده تماما. الواقع بيقول إن اللي بيصرخ وبيقول أنا هنا حتى لو مغرور هو اللي بياخد اللقطة. النهاردة أنا مش جاي أقولك روح تكبر على الناس ولا جاي أبرر السلوك البايخ ده، أنا جاي أكشف الجانب المظلم من علم النفس، الجانب اللي هيخليك تفهم للأسف إزاي الغرور مهم وإزاي بيشتغل كدرع حماية، وإزاي الحتة الزيادة دي من الثقة بتشتغل كأنها المحرك الأساسي لجرأة أنت نفسك محتاجها علشان تاخد حقك في الدنيا دي. اجهز عشان الكلام اللي هسمعه لك النهاردة ممكن يضايقك بس هيغير نظرتك للعبة بالكامل. خليني أبدأ معاك بسؤال صريح، هو إيه اللي بيخلي المدير في الشغل أو حتى الناس اللي حواليك في حياتك الشخصية يحكموا إنك شاطر وكفء؟ لو إجابتك هي شغلي ونتائجي هما اللي بيحكموا، فخليني أقولك بكل أسف أنت عايش في وهم كبير جدا. في علم النفس في حقيقة مريحة ومخيفة في نفس الوقت. البشر ما عندهمش جهاز أشعة إكس بيقيسوا بيه قدراتك الحقيقية. مفيش حد هيقعد يفتش وراك عشان يعرف انت بتتعب قد ايه. الناس بتشوف 3 حاجات بس: طريقتك في الكلام، لغة جسدك، واليقين اللي طالع من عينك وانت بتقدم نفسك. وهنا بالظبط بتيجي اللحظة اللي بيتفوق فيها المغرور. في دراسة نفسية شهيرة اتعملت في جامعة كاليفورنيا، الباحثين لقوا حاجة غريبة جدا. لقوا ان المجموعات البشرية بتميل لتصديق الشخص اللي عنده ثقة زايدة في النفس حتى لو الثقة دي واصلة لدرجة الغرور والادعاء، وبيدوه مكانة اجتماعية وقيادية أعلى بكتير من الشخص المتواضع حتى لو كان المتواضع ده أكفأ منه بمراحل. الظاهرة دي في علم النفس بنسميها وهم الكفاءة. المغزى منها إن عقلك الباطن وبشكل تلقائي بيترجم الثقة المفرطة على إنها كفاءة حقيقية. المغرور لما بيدخل الانترفيو أو بيعرض فكرة بيبقى جواه يقين أعمى إنه ما بيغلطش. اليقين ده بينعكس على نبرة صوته وقعدته وطريقته في الكلام، فبيخلي اللي قدامه يصدقه لا إراديا. في المقابل الشخص المتواضع الشاطر بجد دايما جواه تساؤلات، بيبقى خايف يبان مدعي فبيقول أنا لسه بتعلم، أو إن المشروع ده نجح بمجهود الفريق كله مش مجهودي لوحدي. في عالم الأخلاق ده كلام محترم وجميل، بس في عالم البيزنس والحياة العملية والعلاقات الناس بتترجم التواضع ده على إنه ضعف أو قلة حيلة. المغرور بيبيع للناس النسخة 10/10 من نفسه حتى لو حقيقته 6/10، بينما المتواضع بيقدم للناس نسخة 5/10 من نفسه رغم إن إمكانياته ممكن توصل فعليا ل10/10. والسؤال هنا، أنت لو مكاني هتشتري أنهي نسخة؟ خليني أسألك سؤال شخصي شوية وما تقلقش، مفيش حد شايفنا ولا حد سمعنا. هل عمرك جالك إحساس وانت وسط ناس ناجحة أو في مكان جديد إنك قليل؟ إنك ما تستحقش تكون هنا، وإنك مجرد محتال، شخص كسول الحظ حلفه فدخلت المكان ده ومستني اللحظة اللي الناس كلها هتكشفك وتعرف حقيقتك؟ لو الإحساس ده جالك قبل كده فمبروك، انت بتعاني من حاجة بيسميها علم النفس متلازمة المحتال، imposter syndrome. الغريب بقى ان المتلازمة دي ما بيصابش بيها الناس القليلة او الفاشلة او الجهلة، هي بتصيب بالذات الناس الأذكياء والموهوبين والمتواضعين، لأن الذكي دايما عارف ان في حاجات كتير هو ما يعرفهاش فبيشك في نفسه باستمرار. عارف بقى مين المحصن تماما ضد المرض ده؟ بالظبط صاحبنا المغرور. المغرور عنده جهاز مناعة نفسي خارق اسمه درع الغرور. هو ما بيشكش في نفسه ثانية واحدة، لو غلط العيب في السيستم، لو سقط الامتحان كان فيه مشكلة، لو اترفض فهم اللي ما بيفهموش. الغرور بيشتغل معاه كفلتر بيحجب عنه أي شعور بالذنب أو النقص، وده بيديله ميزة تنافسية مرعبة في الحياة: الجرأة على البدء. الذكي المتواضع بيفضل يحلل ويدرس ويقلق ويراجع السيرة الذاتية بتاعته 100 مرة ويقول أنا لسه مش جاهز للخطوة دي، فبيفضل واقف في مكانه.
بينما المغرور بياخد الخطوة وبيقدم وبيدخل بقلب ميت وعين حمراء لمجرد انه شايف نفسه يستحق كل حاجة في الدنيا. هو ما عندوش مشكلة يغلط على فكرة، لأن درع الغرور بيخليه يقوم بسرعة ويكمل ولا كأن فيه أي حاجة حصلت، لأن دايما العيب مش فيه والغلط ما كانش عنده. الغرور هنا مش مجرد قلة أدب، ده مسكن آلام بيحمي صاحبه من الخوف والتردد اللي بيقضوا على أحلامك وانت واقف بتتفرج. السؤال اللي بيطرح نفسه هنا، هل ده معناه إننا لازم نتحول لمغرورين وبايخين علشان ننجح في الحياة؟ ولا في خلطة تانية ذكية تقدر تخلينا ناخد مميزات الغرور من غير ما نخسر نفسنا؟ لحد هنا واحنا بنتكلم عن الشغل والترقيات، بس الموضوع بيسحبنا لمنطقة تانية خالص، العلاقات والدوائر الاجتماعية. اكيد عدى عليك الشخص ده، الشخص اللي اول ما يدخل القعدة الكل بيبص عليه، كلامه مش دايما صح وممكن يكون بيهزر هزار سخيف احيانا، بس بطريقة او باخرى الكل عايز يقرب منه، الكل بيدور على رضاه وليه هيبة غريبة وسط الناس. في علم النفس في حقيقة بتوجع شوية بس لازم كلنا نواجهها، البشر ما بيحبوش الحيرة، البشر بيعشقوا اليقين. احنا عايشين في عالم مليان قلق وشكوك وتفاصيل تدوخ. لما بتقابل الشخص مهزوز او متردد حتى لو طيب او جدع، عقلك الباطن بيحس تجاهه بعدم الامان. في المقابل لما بتشوف الشخص المغرور اللي بيتكلم بثبات مرعب، اللي ما بيقولش انا بظن او انا افتكر او ممكن اكون غلطان، لا، اللي بيقول لك انا عارف الصح فين وهنعمل كذا، عقلك من غير ما تحس بيهرب من حيرته وبيرمي نفسه في يقين الشخص ده. المغرور بيبان للناس وكأنه صخرة ثابتة وسط بحر هايج، والناس بالفطرة بتنجذب للأقوى أو اللي راسم إنه أقوى. العلماء بيسموا ده التأثير المغناطيسي لليقين المفرط. الغرور بيدي صاحبه كاريزما وهمية بس تأثيرها حقيقي جدا، بيخليه يبان جريء ما بيهموش حد ومستغني. وفي لغة العلاقات الاستغناء هو قمة الجاذبية. الشخص المتواضع واللطيف زيادة عن اللزوم بيبان دايما متاح وسهل ومضمون، أما المغرور فبيحط حدود عالية وحواجز بتخلي الناس تموت علشان تكتشف اللي وراها. للأسف الغرور بيشتغل كبراندنج أو تسويق شخصي ناجح جدا، بيخلق حواليك هالة بتجبر اللي قدامك يعاملك بالقيمة اللي انت فارضها مش القيمة الحقيقية اللي جواك. بس استنى، كل الكلام ده جميل ومغري، بس اللعبة دي ليها تمن مرعب، تمن ممكن يخرب حياتك لو معرفتش بتلعبها ازاي. وده اللي هيودينا للنقطة الأهم. لحد هنا ممكن تكون بدأت تقتنع ان الغرور شيء عظيم وجالك حماس تقوم تتنطط على الناس عشان تاخد حقك، بس لازم تفهم انك لو لعبت اللعبة دي غلط فنهايتها هتكون دمار كامل ليك ومحدش هيطيق يبص في وشك، لان في شعر رفيعة جدا ارفع من خط الكحل بتفصل بين نوعين من البشر، الغرور المرضي الاعمى وبين حاجة تانية خالص اسمها الكفاءة الذاتية العالية. الغرور المرضي او النرجسي هو انك تقلل من قيمة الناس علشان تحس انك عالي. الشخص ده بيبقى جواه هشاشة نفسية مرعبة وبيحاول يداريها بانه يكسر مقاديف اللي حواليه. الشخص ده نهايته دايما بتكون وحشة، بينتهي بيه المطاف وحيد والكل مستني له غلطة عشان ينهش فيه. اما الكفاءة الذاتية العالية او اللي بنسميه الغرور العملي، فهو انك تكون عارف قيمة نفسك بجد ومستعد تدافع عن القيمة دي قدام اي حد يحاول يقلل منها، ولكن من غير ما تغلط فيه. الغرور العملي هو انك تلبس قناع المغرور كأداة حماية في المواقف اللي محتاجة حسم. يعني وانت داخل انترفيو شغل او وانت بتتفاوض على مرتبك او وانت واقف بتعرض فكرتك على مسرح، في اللحظات دي بالذات اخلع توب تواضع واركنه على جنب، رميه خالص والبس قناع الشخص اللي ما بيغلطش. اتكلم بيقين وافرض قيمتك على الترابيزة. ده مش معناه انك تكون قليل الادب، ده معناه انك بتحمي مجهودك وتعبك من ناس مش هتحترم التواضع بتاعك. لكن اول ما تخرج من الباب ده وتضمن قيمتك وترجع لبيتك والناس اللي بتثق وبيثقوا فيك اللي بيحبوك وبتحبهم، اقلع القناع ده فورا ورجع قلبك المتواضع والجميل لمكانه. اللعبة مش انك تتحول لشخص مغرور، اللعبة انك تتعلم امتى تفرد ريشك وامتى تضمه. في النهاية التواضع هيفضل دايما فضيلة أخلاقية وإنسانية عظيمة، بس التواضع المفرط في عالم ما بيرحمش هو انتحار صامت. ما تظلمش نفسك
وما تدفنش موهبتك وتعبك تحت تراب الخوف من كلام الناس أو الشك في قدراتك. العالم الخارجي مش دايما هيدور وراك عشان يكتشف انت شاطر قد ايه وياخد منك اللي هو عايزه ويديك اللي انت عايزه. انت لازم تفرض نفسك عليه، تفرض موهبتك ومجهودك وقيمتك عليه. افتكر دايما، احتفظ بقلبك المتواضع والنظيف بينك وبين نفسك ومع الناس اللي بتحبهم وبتحبك. ولكن وانت بتواجه العالم اللي بره ده، الوحوش اللي بره دول، لازم تلبس قناع الغرور، لان القناع ده هو الوحيد اللي هيوصلك للمكانة اللي تستاهلها فعلا. عايزك تقولي في التعليقات، هل اضطريت قبل كده انك تلبس قناع الغرور ده علشان تاخد حقك، ولا لسه التواضع هو طريقتك المفضلة في الحياة واللي دايما بتخسر بسببها؟ انا حابب جدا اسمع قصصكم وتجاربكم في التعليقات. ولو عجبك الفيديو ده وحسيت انه لمس حاجة جواك، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.